يعني المخابرات المصرية قدرت تجند عميل وتخليه جوه الجيش الإسرائيلي نفسه؟ ايه الحكاية دي بالظبط؟ من ملفات المخابرات المصرية قصة كيبوركي يعقوبيان أو إسحاق كاوتشوك، الجاسوس المصري داخل الجيش الإسرائيلي. أهلا بيكم وبرنامج عين علا أبو السعدات. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول خالص. بعد نجاح عملية رأفت الهجان الكبير في إسرائيل، المخابرات المصرية فكرت ليه ما نعيدش تجربة جديدة بنجاح جديد، وخصوصا إن إسرائيل في الوقت ده كانت بتحب قوي يكون ليها مهاجرين من كل مكان. ولكن العملية الجديدة هتكون مختلفة، لأن مش المطلوب زرع شخص جوه المجتمع الإسرائيلي وبس، لا، ده هيتم زرع شخص جوه الجيش الإسرائيلي نفسه، وما تكونش الفترة طويلة، يعني نقول تقريبا كده سنة. ولكن نيجي للأسئلة المهمة، إزاي عميل هيقدر يدخل جوه الجيش الاسرائيلي؟ طبعا صعب جدا، صعب بس ده مستحيل. علشان كده كان لازم المخابرات المصريه تدور على شاب ذكي سريع البديهه وجريء وليه كاريزما خاصه، وفوق ده كله يكون ولاؤه لمصر اكيد. الشاب ده كان اسمه كيبوركي يعقوبيان، ارميني الاصل لكن اتولد في مصر، وبالرغم انه بيتقال عليه خواجه لانه كان طبعا وسيم جدا، الا انه كان ابن بلد جدع. دخل كيبوركي يعقوبيان المدرسه الابتدائي في مصر ونجح بتفوق، وبعديها اخذ البكالوريا ودخل الجامعه. بس حصلت الصدمه وهو عنده 20 سنه، لان والده اتوفى وكان لازم يتحمل مصاريفه ومصاريف والدته، واللي يعني كانت حالتهم الماديه فقيره حبتين. الشاب الوسيم قعد يفكر يزود دخله ازاي، فقرر يحول هوايته اللي هي حبه للتصوير لمصدر دخل. بقى يمشي في الجناين وفي ايديه الكاميرا بتاعته ويصور بقى اللي يلاقيه في سكته، يعني عشاق ماشي، ناس بتتفسح ما يضرش. لكن الموضوع ده كان شاق جدا والرزق منه كمان قليل، ولانه كان شاب حلوه حبتين وعنده كاريزما كده وبيتكلم عربي مكسر، فلما ضاق به الحال استغل خفه دمه في عمليه نصب، وهوب لقى نفسه بيقضي 3 شهور في سجن من السجون المصريه. لكن بعد ما قضى 30 يوم في السجن، وتحديدا في ديسمبر سنه 1959، لقى حد بيخبط على زنزانته الانفرادي، ولما دخل لقاه شخص تقريبا كده في الاربعينيات من عمره، وقال له بص انا هعرض عليك صفقه، عفى الله عما سلف، وهنأمن لك مستقبلك ومستقبل عيلتك، بس في نفس الوقت تشتغل لصالح المخابرات المصرية. ها ايه رأيك بقى؟ كيبوركي طبعا وافق على طول، اصله مش وش بهدلة وزهق من الحبسة ونفسه يرجع لحريته بقى. طيب اشمعنى كيبوركي يعقوبيان تحديدا؟ يعقوبيان كان شخص مناسب جدا لأي جهاز مخابرات، شاب وسيم ذكي وسريع البديهة، عنده كاريزما وخفة دم ومقبول لأي حد يقابله، والأهم انه بيعرف يتعلم لغات بسهولة وبيتقنها كمان. لك ان تتخيل ان قبل ما يتم ال 22 سنة اتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والأسبانية والتركية كمان إجادة كاملة. المهم الخبراء من المخابرات المصرية قعدوا سنة كاملة يدربوا كيبوركي يعقوبيان في بيت في القاهرة. دربوه ازاي يخلص من المراقبة واستعمال الحبر السري وتصغير الصور وجمع المعلومات وتحليلها، لكن المجهود الأكبر كان إزاي يخلوه يتقمص شخصية واحد يهودي وكأنه واحد منهم. الخبراء من المخابرات اقترحوا إن لازم يتدرب على إيد واحد يهودي مصري، لكن إزاي المخابرات المصرية تآمن ليهودي مصري وتضمن ولاؤه بعد ما نشطت الحركة الصهيونية في القاهرة؟ مستحيل طبعا. فما كانش فيه حل إلا إن يعقوبيان يتعلم بنفسه كل حاجة خاصة باليهودية، يعني يزور المعابد اليهودية ويتعلم الطقوس بنفسه ويمارسها ويشارك في الأعياد والصلوات ويفهم عاداتهم وتقاليدهم. باختصار يعيش حياة اليهود لمدة 24 ساعة في اليوم. وده برضو مش كفاية، كان لازم يشتغل أكتر وأكتر ويبتدي يثقف نفسه بالقراية والبحث عن كل حاجة خاصة باليهود. وفي نفس الوقت ده المخابرات المصرية كانت بتخلص له الورق والمستندات بشخصيته اليهودية الجديدة. كانت الخطة وقتها إن يعقوبيان عليه إن يقدم نفسه للمجتمع الإسرائيلي كالآتي: إنه ابن العيلة يهودية تركية عايشة في اليونان، وأسرته مرت بظروف صعبة بعد الأب ما هجر مراته وابنه لمكان مش معلوم. فقررت الأم تهاجر هي وابنها للقاهرة سنة 1935، والأم توفت واتدفنت في مقابر اليهود بالبساتين، واختاروا بقى ليه اسم حركي وهو إسحاق كاوتشوك. دي السيرة الذاتية الأساسية لشخصيته اليهودية الجديدة. بعد 9 شهور بالتمام والكمال حصل إسحاق كاوتشوك على شهادة لاجئ من وكالة اللاجئين للأمم المتحدة، وطلب تصريح إنه يكون لاجئ في البرازيل.
البرازيل. طب اشمعنى البرازيل؟ لأن وقتها معروف إن الحكومة المصرية شددت إن هجرة اليهود لأوروبا من سنة 1960، فبكده الهجرة على البرازيل كدولة معبر كانت مقنعة أكتر. وفي مارس 1961 سافر كاوتشوك بهويته الجديدة عن طريق البحر من اسكندرية على إيطاليا على أسبانيا، وركب الباخرة من أسبانيا على البرازيل عدل. والحظ الحلو وهو على الباخرة اتعرف على شاب إسرائيلي متدين اسمه إيلي أرجمان، عنده تقريبا 30 سنة، وكان مسافر هو كمان على البرازيل مع مراته وبنته في زيارة عائلية، وضربوا مع بعض صحوبية وما بقوش بيفرقوا بعض لمدة أسبوعين على الباخرة. الشاب الإسرائيلي أعجب قوي بيعقوبيان، اللي خلاه كمان يزود التعاطف معاه إن يعقوبيان وهو بيحكي له على أسرته كان بيطلع صورة مامته المتوفية وهات يا بكا، ويقعد يحكي له معاناته قد إيه وهو مقطوع من شجرة، والاضطهاد والتعذيب اللي شافه في مصر، وهكذا. وبكده اتأكد كاوتشوك إن الخطة ماشية تمام ومستحيل حد يشك فيه. المهم وصلوا على البرازيل. أرجمان الشاب الإسرائيلي عرض خدماته على يعقوبيان وطلب منه إنه يروح تل أبيب معاه، ولأن يعقوبيان كان شاب يعني تقيل حبتين فرفض في الأول، وقال له إنه هيروح على البرازيل زي ما هو مخطط لرحلته. وفي نهاية سنة 1961 راح يعقوبيان للوكالة اليهودية علشان يقدم طلب هجرة على إسرائيل، وكانت التعليمات واضحة وصريحة وقتها إن يتعامل بالتدريج وببطء علشان محدش يكشفه. وكانت الخطة إن أول ما يعقوبيان ما يوصل إسرائيل هيضموه للجيش الإسرائيلي لأنه في سن التجنيد، والهدف إنه ينضم للقوات الخاصة أو المدرعات، أو يا سلام لو شعبة الاستخبارات الحربية لأنه بيجيد اللغة العربية. وفعلا سافر على إسرائيل، وأول ما وصل اتصل بصديقه الصدوق الإسرائيلي أرجمان وعرض عليه مساعدته إنه يعيش معاه في الكيبوتس في أوضة مشتركة مع شخص تاني، على أساس يعني إنه وحيد وملوش حد، ولكنه اتحجج إنه ما يقدرش يعيش مع حد. وطبعا مش دي الحقيقة، الحقيقة إن الأوضة دي كانت بعيدة عن قطاع غزة، والمخابرات تعليماتها إن لازم يكون في سكن قريب من قطاع غزة علشان لو حاولوا يرجعوه في أي وقت يكون سهل عليهم. وفعلا قدر يعيش في أوضة لوحده، وفي وقت قصير جدا اكتسب ثقة كل اللي عايشين في الكيبوتس، والناس كلها بقت بتحبه، وكسب تعاطف ناس كتير جدا بسبب صورة مامته اللي بيطلعها من جيبه كل شوية ويقعد يبكي على حاله والاضطهاد اللي شافه في مصر. الصراحة هو كان ممثل شاطر قوي قوي قوي. المهم المسؤولين في الكيبوتس فتحوا معاه كلام عن مستقبله وحياته بعد كده هتبقى عاملة ازاي، وقال لهم ان احلامه في انه يفتح محل تصوير، ولكن الاهم انه يتجند في صفوف الجيش الاول. وقعد يقول لهم شويه شعارات وطنيه كده، الحقيقه هي عجبتهم قوي. المخابرات المصريه كانت عايزاه يكون في سلاح المدرعات او في الاستخبارات، ولكنه راح سلاح تاني خالص وهو سلاح النقل. والصراحه كان سلاح مناسب جدا لمهمته، لانه هو هناك كان بيمارس هوايته المفضله وهي التصوير. فضل يصور العساكر والضباط ومن وراهم الدبابات والأسلحة والطيارات، حتى المباني والرادارات، وما خلاش أي حاجة، ويروح باعتها على طول على المخابرات المصرية. كسب صداقة وثقة الضباط والجنود وكل الناس هناك، وده كان سبب إن عقيد وضابط مهم جدا في الجيش الإسرائيلي طلب إن كاوتشوك يكون الحارس الخاص بتاعه. وطبعا كانت خطوة ممتازة انه يقرب من قائد اسرائيلي مهم كده ويعرف معلومات خطيرة جدا. وفضل بقى يجيب معلومات خطيرة من هنا شوية ومن هنا شوية ويبعتها على طول للمخابرات المصرية، والمخابرات كانت بتتواصل معاه عن طريق الراديو برسائل مشفرة. ولكن تحصل المفاجأة الغير سارة بالمرة. في 19 ديسمبر عام 1963 يعقوبيان وهو في بيته لقى حد بيخبط على بابه، ولما فتحه لقى في وشه ضباط الشباك الإسرائيلي وبيقبضوا عليه وبيصادروا كل حاجة في أوضته، من شنط لورق لكتب وكمان جهاز الاستقبال الصغير المستخبي في راديو. الله، طب ازاي اتكشف؟ ده ما غلطش غلطة واحدة. الحقيقة ان كاوتشوك بعت رسائل لبره اسرائيل من ابريل 1962 لنوفمبر 1963، والحظ اللي مش تمام الموساد كان عندهم هواجس امنية
وبيفتحوا كل الرسائل في البريد، وشكوا في الرسائل اللي من طرف كاوتشوك. الرسائل دي كان فيها تقارير عن المعسكرات في منطقة الجنوب وصور للمعسكر من الداخل، وقدر ضباط الشباك انهم يفكوا رموزها. طبعا اتقبض عليه وحكموا عليه بالسجن المشدد لمدة 18 سنة. ولكن في 29 مارس سنة 1966 خرج من السجن هو و2 فلسطينيين في صفقة تبادل مع 3 يهود إسرائيليين دخلوا الحدود المصرية بالغلط. الحقيقة ان عملية كيبوركي يعقوبيان كانت وصمة عار على الجيش الإسرائيلي، وبان ان في ثغرات لا تعد ولا تحصى يقدر اي عميل يدخل الجيش الإسرائيلي نفسه منها. في النهاية كيبوركي يعقوبيان او كاوتشوك اختفى تماما بعد العملية دي، ومحدش قدر يعرف عنه حاجة. وبعد اتفاقية كامب ديفيد حاولوا صحفيين يهود يدوروا عليه علشان يعملوا معاه حوارات صحفية، ولكن ما عرفوش يوصلوا لأي معلومة عنه ولا حتى مكانه، وخلصت الحكاية. كنت معاكم علا أبو السعدات وبرنامج عين.